الدوري الممتاز المصري، والاسبوع الاول المجموعه الثانيه الاسماعيلي يستضيف القناه بعد غياب 10 سنوات عن الدوري الممتاز. ها هو القناه يظهر في الاضواء مره اخرى، ويسعدنا ان يكون معنا المدير الفني لفريق القناه الكابتن احمد سعيد. كابتن احمد، نقول 10 سنوات غياب عن الدوري الممتاز، واعتقد يعني عوده، وكان لكم صولات وجولات قبل كده، ولكن عندكم مباراه مهمه وقويه في ديربي القناه. هو طبعا ان شاء الله اتمنى تكون البدايه طيبه، كل سنه وحضراتكم طيبين. برحب طبعا بقناه النيل للرياضه وبضيوف الاستاذ طارق. عوده لنادي القناه ان شاء الله تكون عوده قويه. طموحنا كبير، النادي الاسماعيلي نادي كبير، بنحترم النادي الاسماعيلي وبنحترم الانديه كلها. احنا طالعين عشان نفضل ان شاء الله، عندنا طموح ان احنا نفضل بشكل طيب، شكل ينول احترام خبراء الكوره ان شاء الله. الاسماعيلي في تحليله يعني احلال وتجديد، ولكن الاسماعيلي دايما هو الاسماعيلي بكورته المميزه. جايين النهارده تعملوا في اول ماتش، خاصه برضو الاضواء مسلطه عليكم ان انتوا رجعتوا للدوري، وكان لكم لقاء قبل كده في الكاس مع بعض. الاسماعيلي طبعا زي ما قلت لحضرتك نادي كبير وفي خبرات كبيره متمثله في حسني عبد ربه، ومتمثله في لعيبه في احلال وتجديد، لكن جاب لعيبه كويسه. احنا لعبناهم في كاس مصر، كان شكل الماتش كان لسه بدايه لينا كبدايه. الحمد لله استعدينا كويس قوي لبدايه الدوري، واتمنى التوفيق للاعيبه ان شاء الله النهارده، وان شاء الله ابارك لهم بعد الماتش باذن الله ان شاء الله. شايف معاك بعض الخبرات كده هتعتمد عليها، يعني سواء مكي او بعض الاسامي اللي كانت موجوده في الممتاز؟ موجود معايا خبرات في الملعب في البدايات، موسى كبيرو ضمناه السنه دي، وموجود عبد الله جلال، موجود عماد عبد المنعم في خط الظهر. التوليفه بتاعت نادي القناه ما بين متمثله في الثلاث عناصر، فيها شباب وفيها خبره الشباب وفيها الخبره. ان شاء الله اتمنى اللعيبه التوفيق ان شاء الله النهارده، ويقدموا ماتش كويس ان شاء الله. التوفيق ليك يا كابتن، والتوفيق لفريق برضو الاسماعيلي ايضا. بشكرك جدا، اتمنى ان شاء الله موسم موفق لكل الفرق المصريه. يعني احنا بنمثل الفريقين، بيمثلوا اسماعيليه. اتمنى ان الماتش يطلع في اطار الاخوه، وممكن تبقى بدايه لاستقرار الدوري الممتاز، واستقرار الرياضه في مصر، واستقرار كل شيء في مصر ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا. شكرا، اتفضل. اشكركم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعه لهذا اللقاء قبل ديربي الاسماعيليه. الاسماعيلي يستضيف القناه العائد الى الدوري الممتاز والظهور الجديد لنادي القناه. نتمنى التوفيق لكل الفرق المشاركه، نتمنى التوفيق للكره المصريه. ربنا ان شاء الله يحفظ مصر واهلها من كل سوء، وباذن الله نبقى في حال افضل خلال الايام القادمه. بشكركم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعه لهذا اللقاء. والان عوده سريعه للتحليل الزميل العزيز طارق رضوان ونجوم الاستوديو التحليلي. شكرا ليك يا محسن. واذا اطمأنينا من خلال تقريرنا في السويس مباراة الزمالك والمصري، وفي الاسماعيليه لقاء القناه والاسماعيلي، الامور تسير بشكل جيد جدا، ودول اكبر مباراتين يعني فيهم جماهيريه، او رغم ان ما فيش جمهور بس اكتر مباراتين تحت الانظار يعني. فالحمد لله الامور تسير بشكل يعني طيب يعني على ما يرام. كابتن عبد الرحيم، نرجع لسؤالنا.